إيه؟ بلاش آخُد الفلوس لا تكون بتاعة جوزها، أنا آخُد السلسلة وهي هتفكّر إنها ضاعت، وقبل ما تدخل الأوضة خدت السلسلة وخبّيتها بسرعة في هدومي، ولمّا جات قالت لي: "أهي، الحاجة أهي كُلّها، لو محتاجة أي حاجة قولي لي، أنتِ عارفة أنتِ أختي وأنا عمري ما هاتأخّر عليكِ في أي حاجة." قُلت لها: "تسلمي." وأخدت منها الكُتب والهدوم ومشيت بسرعة، واللي حصل بعدها ما يخطرش على بال حد. اسمي فريدة، عمري 32 سَنة، متجوّزة وعندي 3 عيال، واللي كنت باكلّمها دي أختي فرح. أنا وفرح حكايتنا بتبتدي لمّا كريم ابن عمي اتقدّم لي، وأنا وقتها كنت في الكُلّية وما كنتش مقتنعة بيه نهائي، حتى فرح قالت لي: "بصراحة بلاش، لإن كريم شخصية سطحية أوي وبتاع مظاهر ومش قد المسؤولية، بيشتغل يوم و10 لأ، وأنا خايفة عليكِ منّه." فكّرت في كلامها، بس أمي كانت مقتنعة بيه جدًا وقالت لي: "لأ، لازم توافقي، هم دول شوية، دول عندهم محلات مش محل واحد، يعني هتعيشي معاه مرتاحة، غير إن عنده شقته وعنده عربية." كنت وقتها محتارة بصراحة، أوافق والّا لأ، لحد لمّا أمي أقنعتني إن فرح أختي بتقول لي كده عشان غيرانة منّي إني هاتخطب الأول، لإننا قريبين من بعض في السِن، بس أنا الأكبر. ورغم إن فرح كانت طيبة وما كانش في نيتها حاجة، إلا إني صدّقت ماما، لإني كنت عايزة أتجوّز راجل غني، وفعلًا اتخطبت لكريم، وفي الوقت ده فرح اتقدّم لها ياسر، وده كان المعيد بتاعها في الكلية، وكانت إمكانياته على قدّه أوي، مقدّم على شقة ولسه ما استلمهاش، ومرتّبه مش كبير أوي، بس هي كانت فرحانة وموافقة بيه، وشايفة إن عنده طموح وليه مستقبل. وفعلًا أنا اتجوّزت، وبعدها أختي فرح اتجوّزت، وعدّى الوقت وأنا وجوزي كنا مبسوطين مع بعض في الأول، وعدّى وقت مش كبير، وكانت أختي فرح حامل، ووقتها فرحت لها أوي، بس خدت بالي أنا ليه اتأخرت في الحمل، وقررت أنا وجوزي إننا نروح نكشف، وفعلًا الدكتور ادانا علاجات وأدوية، وبعدها بسنة حملت، وطبعًا كانت فرح ولدت، وعشان كده الفرق بين عيالها وعيالي حوالي سنة، رغم إن أنا اللي اتجوزت الأول وأنا الأكبر. المهم إن بعد ما خلّفت، كريم جوزي اتغيّر خالص، أو بمعنى أصح بان على حقيقته، إنه مش قد المسؤولية، ورغم إن عنده أملاك كتير، كان بينزل يشتغل يوم و10 لأ، وكمان ما كانش عارف يدير شغل أبوه، ولا عارف حتى يشرف عليه، كان مهمل جدًا، وكان بيصرف الفلوس وبس، لحد ما أبوه مات، والأملاك